بتهديدات الدولة التركية وباقتحامها لمدننا الآمنة كل فترة وفترة. لا ننسى ب 2018 تم احتلال مدينة عفرين، وب 2019 تم احتلال مدينة سريبكانية وتل أبيض، وب 21 بداية هذه السنة كان هناك هجوم لداعش على سجن الغيران، وراح ضحيتها 121 شهيد أضيفوا إلى شهداء المعارك السابقة. كلكم تعرفون هذه المنطقة مستهدفة منذ 5 شهور 6 شهور. كان هناك تهديدات من قبل الدولة التركية. خرج شخص رئيس الجمهورية أردوغان وعرض على البرلمان بشن هجوم جديد على مناطق شمال شرقي سوريا، وحصل على موافقة من البرلمان والتقى بالأمن القومي، وحصل موافقة من الأمن القومي، والجيش جهز استعداداته وأعلن حرب جديدة على كامل شمال شرقي سوريا. حينها تعلمون رفضوا الأمريكان بالتقرب التركي بالهجوم على شرق الفرات، فغير خلال يومين خطاب رئيس الجمهورية التركية وقال: نحن سنهاجم إلى منبج وتل رفعت. في ذاك التاريخ منذ حوالي 5-6 شهور تتذكرون أيضا قمنا بلقاءات جماهيرية وقمنا باستعدادات لمواجهة الأزمة الجديدة، ولكن الروس أيضا لم يسمحوا له بهجوم على تل رفعت ولا على منبج. بتاريخ 15/10 لازم افتعلت الاستخبارات التركية مسرحية لخلق ذريعة للتهديد والهجوم على مناطق شمال شرقي سوريا، وهو مسرحية الإرهابية أحلام البشير. اليوم قوات سوريا الديمقراطية أكثر قوة، أكثر خبرة، أكثر انضباطا، وأكثر تكتيكا، وأكثر جاهزية واستعدادا لخوض معركة الشرف للحفاظ على أراضيها. وأبناء شمال شرق سوريا أصبحوا أكثر وعيا. الحين لا في سيارات ولا في طائرات ولا شيء. نعم. عندكم للدفاع عن الديمقراطية ضد تركيا. شنو راح تسوي يعني؟ بدكم تسوون بالأمر إذا ما في مسيرات تدافع عنه. نعم. وهم يضربون بالمسيرات على راحتهم. نعم. يعني في امل عندنا نطلع من الوضع هذا. نعم. اذا بدنا ضل منتشرين على هذول الاربعه هذول 20 سنه 10 سنين صارت ازمتنا ولسه هنروح 20 30 وما راح يحلوا لنا اياها. فاحنا الشعب السوري لازم نفكر بوضع او يعني على الوضع هذا ما حدا مستقر الحال. المناطق سواء في مناطق النظام او في مناطق الشمال المحرر او في مناطق الاداره الذاتيه، يجب ان يكون هناك حوار سوري، وهذا الحوار جاد، وان يكون هناك مشروع. ونحن في شمال شرقي سوريا لدينا مشروع نموذج الاداره الذاتيه، ولدينا عقد اجتماعي ممكن ان نجتمع كسوريين ونأخذ العقد الاجتماعي المطبق في شمال شرقي سوريا نموذجا لنبني عليه دستورا للبلاد حقيقة تعبر عن هذا الطيف الجميل. سوريا المتعددة
القوميات والأديان والمذاهب أن يتوافقوا على شكل جديد لسوريا يكون فيها تحفظ حقوق جميع المكونات وتقسم الثروات بشكل عادل